عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك. بماذا يؤمن الإنجيليون؟ الحقيقة الكنيسة الإنجيلية لها فكر ولها عقيدة، وعشان كده النهاردة أنا هتكلم معاك عزيزي المشاهد حوالين إيمان الكنيسة الإنجيلية في فريضة العشاء الرباني. بماذا يؤمن الإنجيليون المشيخيون تحديدا في فريضة العشاء الرباني؟ العشاء الرباني هو فريضة، ومعنى أنه فريضة أي أن السيد المسيح بنفسه هو الذي رسمها وهو الذي أقامها. العشاء الرباني بيتكون من عنصرين رئيسيين، الخبز والخمر. السيد المسيح رسم هذه الفريضة واستخدم الخبز اللي كان موجود في ذلك الوقت ساعة العشاء، وكمان استخدم الخمر اللي كانت قدامه في ذلك الوقت في أثناء العشاء. واحنا بنتكلم عن فريضة العشاء الرباني اللي رسمها السيد المسيح، الحقيقة لابد أن نقول أن هناك آراء لاهوتية مختلفة حول هذه العقيدة، ونقدر نقول أن في 4 آراء رئيسية. الرأي الأولاني هو رأي زوينجلي، وزوينجلي بيقول، وزوينجلي ده كان واحد من المصلحين، زوينجلي بيقول ان العشاء الرباني ما هو الا مجرد ذكرى، على اعتبار ان السيد المسيح قال اصنعوا هذا لذكرى. طبعا الرأي بتاع زوينجلي له كل التقدير، لكن ما نقدرش نقول ان هو رأي كامل. رأي زوينجلي ان العشاء الرباني هو مجرد ذكرى، الحقيقة دوت رأي ناقص، لان العشاء الرباني مش بس مجرد ذكرى. احنا نقدر نقول ان العشاء الرباني فيه تذكار واخبار وانتظار. اولا تذكار، احنا فعلا بنتذكر ما فعله السيد المسيح على الصليب، لكن كمان فيه اخبار، لما الكتاب بيقول تخبرون بموت الرب، يعني فيه كمان الانسان بيعلن عن موت المسيح وفداء المسيح. وايضا انتظار، تخبرون بموت الرب الى ان يجي، أي أن المؤمن يكون مستعدا لمجيء المسيح ثانية. وكمان العشاء الرباني في نوع من الشركة، شركة اتحاد بشخص المسيح وشركة للمؤمنين ببعضهم البعض. من هنا رأي زوينجلي أنه بيختصر العشاء الرباني أنه مجرد ذكرى، هذا الرأي ما نقدرش نقول عليه أنه رأي كامل 100%. الرأي الثاني هو رأي الكنيسة التقليدية. رأي الكنيسة التقليدية بتؤمن بالتحول أو بالاستحالة. الكنيسة التقليدية بتقول إن الخبز بيتحول إلى جسد حقيقي، وإن الخمر بتتحول أيضا إلى دم حقيقي. طبعا هذا الرأي لا يتفق أبدا مع رؤية الإنجيليين وفهمهم لنصوص الكتاب المقدس، وده هنجيله بعد شوية بالتفصيل. الرأي الثالث هو الرأي اللوثري، رأي مارتن لوثر. الحقيقة الرأي اللوثري نختصره في كلمة الحلولية. مارتن لوثر حاول يوفق بين فكرة الذكرى بتاعة زوينجلي وفكرة التحول بتاعة الكنيسة التقليدية. فقال لنا مارتن لوثر كده إنه الخبز ونتاج الخمر لا يتحولان في جوهرهما إلى جسد المسيح ودمه، إلا أن المسيح يكون حاضرا في الفريضة جسديا ويرافق العنصرين بطريقة سرية. طبعا ما نقدرش كمان نوافق على رأي مارتن لوثر بالكامل، على اعتبار انه ليس له سند من الكتاب المقدس، وفي بيعطي فرصة للإنسان بقى وهو بيتناول انه يتخيل ان المسيح موجود بصورة ما في هذين العنصرين. بالإضافة كمان لكده ان احنا ما نقدرش نعتمد على ان فكرة ان المؤمن، ده رأي لوثر، ان المؤمن إذا هو مصدق، إذا هو مآمن بحلول المسيح فبحسب إيمانه يكون له. وبيؤمن كمان مارتن لوثر إن العنصرين في ذاتهم ليهم فاعلية ما. ده الرأي الثالث بتاع مارتن لوثر أو الرأي اللوثري. الرأي الرابع بقى هو الرأي المصلح، وهو رأي جون كالفن، وده اللي بتؤمن به الكنيسة الإنجيلية المشيخية. الكنيسة المشيخية بتؤمن إن فاعلية العشاء الرباني ليست ذاتية فيه، لكنها تحصل بواسطة الروح القدس الذي يرافق العناصر ويوصل الفوائد الروحية للقلوب التي تتناوله بالإيمان. إذا في شركة، لكن هذه الشركة شركة روحية تسلم بحضور المسيح روحيا لا جسديا. المسيح موجود
بنؤمن بحلوله وبنؤمن بوجوده، لكن حلول روحي وليس حلول جسدي. وأيضا بنؤمن بتأثير الروح القدس في هذه المائدة. ده يقودنا لسؤال: لماذا لا يؤمن الإنجيليون بتحول الخبز والخمر إلى جسد ودم حقيقيين؟ لعدة أسباب. أولا، عندما أجرى السيد المسيح هذه الفريضة لأول مرة كان جسده صحيح وسليم، وكان قاعد قدام تلاميذه بشحمه ولحمه، وقال لهم: خذوا كلوا، هذا هو جسدي وهذا هو دمي. طب ازاي المسيح يمسك جسده وهو قاعد قدامهم بجسده؟ بالتأكيد التلاميذ فهموا أن المسيح يتحدث بطريقة رمزية، وعشان كده الكنيسة الإنجيلية تؤمن بأن فكرة العشاء الرباني هي فكرة رمزية وليس جسدا حقيقيا وليس دما حقيقيا. النقطة الثانية اللي بتخلي الإنجيليين لا يؤمنوا بالتحول: المسيحيون الأوائل وآباء الكنيسة آمنوا بفكرة الرمزية وليس بفكرة التحول. حتى آباء الكنيسة اللي كلنا كمسيحيين من كل الطوائف والمذاهب المسيحية بنكن ليهم كل تقدير وكل احترام، لم يؤمنوا أبدا بفكرة الاستحالة. مثلا لو رحنا لمؤلفات أكليمانوس وأوريجانوس وترتريانوس وكبريانوس، ما فيش في هذه الكتابات أبدا ما يشير إلى عقيدة الاستحالة أو التحول. يوسابيوس القيصري سنة 330 ميلادية قال إن تذكار ذبيحة المسيح على مائدة بواسطة رموز الجسد والدم. ده كلام يوسابيوس القيصري، وهنا نلاحظ كلمة رموز. أثناسيوس في شرح الإصحاح السادس من بشارة يوحنا، وبالمناسبة إصحاح 6 من بشارة يوحنا ما بيتكلمش خالص عن العشاء الرباني، ده يوحنا 6 بيتكلم عن الإيمان بالمسيح. أثناسيوس وهو بيشرح الأصحاح السادس من بشارة يوحنا قال إن مناولة جسد المسيح ودمه حقيقة أمر لا يقبل. إن واحنا بنتناول كأننا بناكل المسيح حقيقة، قال أثناسيوس أنه أمر لا يقبل، والمعنى الذي يقصده المسيح في هذه الآيات لا يفهم إلا روحيا. غريغوريوس النازيانزي سنة 380 ميلادية قال إن عناصر الإفخارستيا رموز جسد المسيح ودمه. يوحنا فم الذهب سنة 400 ميلادية قال إن الخبز المقدس يستحق أن يسمى جسد الرب، مع أن الخبز لم يزل على حقيقته. الخبز لم يزل على حقيقته، خبز يعني لم يتحول. أغسطينوس سنة 420 ميلادية قال إن قول المسيح إنه يعطينا جسده لنأكل لا يجوز فهمه جسديا، لأن نعمته لا تقبل بالأسنان. نعمة المسيح لا تقبل بالسنان يعني. وإن قول المسيح هذا هو جسدي كان بمعنى أن الخبز وضع علامة لجسده، وذكر الوليمة التي فيها قدم المسيح لتلاميذه جسده ودمه مجازا، أي أن المسيح كان يتحدث بطريقة مجازية. أيضا ثودوريسيوس سنة 450 ميلادية قال إن العناصر إنما هي رموز سرية. علاسيوس أسقف روما سنة 495 ميلادية قال إن جوهر الخبز والخمر لا يزالان فيهما، فالحق إننا نحتفل بالأسرار المقدسة بصورة جسد المسيح ودمه ورمزهما، يعني مجرد رمزين. الكنيسة الشرقية لغاية مجمع القسطنطينية اللي انعقد سنة 754 ميلادية كانت بتؤمن بأن العناصر في الإفخارستيا إنما هي بمنزلة رموز وإشارات، ليس أكثر. ولم تتحول الكنيسة عن هذا الرأي إلا من المجمع النيقوي الثاني الذي أقر سنة 787 ميلادية بجواز اعتبار العناصر رموزا قبل تقديسها لا بعدها. يعني إذا التحول في فكر الكنيسة كان سنة 787 ميلادية، متأخر جدا. وكمان لو جينا بصينا للكتاب اللي إقرار الإيمان الأرثوذكسي لبطرس مغلاس، ده يتكتب في روسيا سنة 1643. هذا بيؤكد فكرة إن التحول حصل في تاريخ متأخر. في الكنيسة بقى الغربية، الكنيسة الغربية لم تأخذ بالفكرة على نسق تعليمي إلا من منتصف القرن التاسع.
لغايه ما في واحد اسمه بسخاسيوس ده الف كتاب، والكتاب ده كان عن جسد الرب ودمه، والراجل ده نادى بفكره الاستحاله. لكن في ذلك الوقت قاومه معاصروه من اللاهوتيين وناس كتير ردت عليه. لكن في واحد كتب كتاب اسمه راترمانس، ده حط كتاب علشان يفند الفكره ويفند اقوال بسخاسيوس، وقال اما من جهه الجواهر الماديه، وهنا بيتكلم عن الرمزي الخبز والخمر، اما من جهه الجواهر الماديه فكما كانت قبل التقديس لم تزل كذلك بعده. هي الخبز بيفضل خبز والخمر بتفضل خمر، مفيش حاجه اسمه ده بيتحول لجسد وده بيتحول لدم. وقال إرجينيا في تعلق المسيح بالإفخارستيا ما نصه: نقدمه روحيا ونأكله عقليا بالذهن لا بالأسنان. بالذهن لا بالأسنان. ولم تؤمن الكنيسة الكاثوليكية بهذه العقيدة إلا في السينودوس الروماني سنة 1079 ميلادية. حتى عقيدة الاستحالة جوه الكنيسة الكاثوليكية جاءت متأخرة جدا سنة 1079 ميلادية، ومن وقتها أخذ التعليم بالاستحالة يتغلغل فيها حتى صرح به قانونا في المجمع اللاتراني الرابع سنة 1215. يعني الأول مرة جوه الكنيسة الكاثوليكية يعترف بعقيدة الاستحالة سنة 1215 ميلادي. طبعا واضح من كل ما سبق أن عقيدة الاستحالة لم تعرف إلا في العصور المتأخرة جدا من الكنيسة، وليس لها من سند عند معظم أبطال ومشاهير الكنيسة الأولى. فهنا كإنجيليين لا نؤمن بالاستحالة لأن المسيح كان قدام تلاميذه بجسده، وأيضا لأن المسيحيين الأوائل وآباء الكنيسة رفضوا فكرة الاستحالة. السبب الثالث أن عقيدة الاستحالة تخالف شهادة الحواس. طب ما أنا بعيني وبإيدي أنا شايف إيه ولامس إيه؟ هصلي على الخبز وهصلي على الخمر، بعد ما هصلي هما إيه؟ هشوفهم إيه؟ بتفضل زي ما هي. الحواس بتقول لي إن الخبز خبز والخمر خمر، وبالتالي شهادة الحواس بتؤكد أنه التحول لم يحدث. كمان السبب الرابع اللي بيخلينا كإنجيليين لا نؤمن بعقيدة الاستحالة إن السيد المسيح لما قال هذا هو جسدي، طب ما المسيح في مرات كتير استخدم رموز تشبيهية، وفي مرات كتير المسيح قال أنا هو الباب، قال أنا هو الطريق، قال أنا هو الكرمة. لما رسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى يتكلم عن المسيح ويقول والصخرة تبعتهم والصخرة كانت المسيح. هل المسيح صخرة؟ هل المسيح باب؟ هل المسيح طريق؟ هل المسيح كرمة بهذه المفاهيم الحرفية اللفظية؟ لا طبعا. المسيح كان يتحدث بطريقة رمزية، يتحدث بطريقة مجازية، وبالتالي لما بيقول هذا هو جسدي أيضا نستطيع أن نفهم هذا في ضوء المجاز اللي السيد المسيح تحدث به. كمان لما المسيح بيتكلم عن المؤمنين به لما يقول أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، هل ينفع أن احنا ناخد هذا الكلام بطريقة حرفية؟ بالطبع لا. السبب الخامس اللي بيخلينا كإنجيليين لا نؤمن بعقيدة الاستحالة إن الاعتقاد بالاستحالة يؤدي إلى الاعتقاد بتكرار ذبيحة المسيح كل أسبوع. وإحنا الحقيقة بنؤمن إن ذبيحة المسيح قدمت مرة واحدة على الصليب، والمسيح على الصليب قال قد أكمل، وبالتالي إحنا مش بنقدم ذبيحة جديدة أسبوعية. وكمان الذبيحة كما نؤمن كمسيحيين الذبيحة لابد أن تكون دموية، لأن الكتاب بيقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. للأسباب الخمسة دي إحنا كإنجيليين لا نؤمن أبدا بعقيدة الاستحالة، مع كامل تقديرنا طبعا للي بيؤمنوا بهذه العقيدة. اللي أنا عايز أختم بيه إن جسد المسيح ودمه لا يكونان حاضرين جسديا ولا جسميا في الخبز والكأس، لأن المسيح يحضر روحيا، والمتناول يتناول جسد المسيح ودمه روحيا وليس حرفيا. إحنا في هذه الفريضة بنمارس الشركة، وهذه الشركة وحدها هي التي تعطي للعشاء الرباني قيمته، فلا يصبح مجرد ذكرى تاريخية لحادث الصليب، بل شركة حية نلتقي فيها بالمسيح ونخبر بموته إلى أن يجيء. وهذه الشركة تعطينا كافة الحلول للصعاب التي واجهت عقيدتي الحلولية والاستحالة، إذ تسلم بالأكل الروحي لجسد المسيح والمأخوذ بالإيمان. وفكرة الشركة تحمينا من ابتداع نظريات غيبية دون أن يكون لها سند كتابي أو سند منطقي. ولهذا يؤمن الإنجيليون المشيخيون بنظرية الشركة الروحية عندما يتناولون من العشاء الرباني.